هل لاحظت يوما أن معظم الأستراليين لا يعيشون في هذا الجزء من البلاد؟ بالرغم أن شمال أستراليا أقرب بكثير إلى آسيا وممرات التجارة العالمية، إلا أنهم يعيشون في الجنوب كليا. فما السبب؟ الجواب يعود إلى لحظة تأسيس أستراليا. في عام 1788 لم يكن البريطانيون بصدد إنشاء دولة جديدة، بل كانوا يبحثون عن مكان بعيد معزول لإرسال المساجين، وكان الخيار الأنسب هو الجنوب البعيد، حيث الطقس أبرد والمحيط هادئ والهروب شبه مستحيل. ومنذ ذلك الحين بدأ العمران والنمو الاقتصادي من هناك، إلا أنه لم يتطور في الشمال بنفس الوتيرة، حيث يعيش في الجنوب أكثر من 27 مليون شخص، بينما يعيش أقل من 600 ألف شخص في الشمال. لكن لماذا لم ينتقل الناس لاحقا إلى الشمال؟ في الواقع الشمال قاس من حيث الطبيعة والمناخ، حيث الحرارة الشديدة والأعاصير والحرائق الموسمية، والتربة هناك فقيرة، بالإضافة إلى ندرة المدن وضعف البنية التحتية، فضلا عن الحيوانات البرية الخطيرة. ورغم اقترابه من آسيا، إلا أن الشمال بقي معزولا وصعب العيش. وهكذا في عام 2025 كما قبل 200 عام ظل جنوب أستراليا نابضا بالحياة، وشمالها صامتا قاسيا وبعيدا عن الأنظار.